صباح الخير والجمال على احلى مستمعين جين ميكس. ازيكم يا رب؟ عاملين ايه؟ طبعا حلقتنا كل يوم اتنين الساعة 9 الصبح، وبنقعد بقى نفكر في ايه الموضوع اللي نتكلم فيه. فالاول اصبح على بطختي صباح الفل يا فراولة. واقول لها جايبه معاكي ايه النهارده؟ جايبة معايا بيتزا. الله يا بطيخه ده صباحك زي الفل. ايه رأيك؟ دي حلوه قوي. يا ترى بايه بس عشان ما تقرفيناش؟ لا عادي، مارجريتا عادي، طيب، بيزك بيزك ماشي. متقلقيش. لو مارجريتا يبقى اوكي. هنخش في الاختراعات كمان شوية. انا بس يعني جايباها لمناسبة معينة، ايه هي بقى؟ ان الشهر ده ايوه. هو طبعا في امريكا، بس احنا عادي مش مشكلة. يعني نتشبه بالغرب في الحاجات اللي على مزاجنا. لو فيها بيتزا نتشبه، لو اختي فيها ما بيتزا ما نتشبه نتشبهش ليه؟ عادي جدا. مالها بقى البيتزا والشهر ده؟ ماشي. ماله بقى؟ هقول حاضر. الشهر ده في امريكا ناشونال بيتزا مانث. الله. تخيلي البيتزا ليها شهر كامل. دي حلوه أوي. إحساس تحفة. طب ليه ما عندناش كده يوم الكشري؟ مثلا فكره. شهر ده يوم، لا يمكن في شهر هيجي لنا يعني هنتعب جامد. خليه مش لازم شطه. خليه يوم بقى او وجبه، والنهارده وجبه الكشري. كل يوم اتنين من كل والله الكشري ده أسبوع. اكله عظيمه والله. الكشري جميل. خلاص نشوف امتى الناشونال كشري دي، ولو ما فيش نعمله. يا سلام، أيوة. مبادره من خلال جيم ميكس. حلوه الفكره جيم قوي. ميكس فيرسس كشري. يا احنا يا انتوا هناكل، يعني هناكل. بس بقى، فانا عايزه احكي لك الحكايه بتاعت الناشونال بيتزا مانث دي. يلا بينا. هو اخترعها واحد اسمه استني عشان اسمه صعب، مش عارفه اقول. يا جماعه اعملوا سيرش واعرفوا مين يعني. اسمه جاري ديرنل. يعني أوكي. النطق عادي جدا. حلو، لا حلو شاطر. بس فهو استاذ ده اصلا عامل مجازين اسمها بيتزا توداي، مجله اسمها بيتزا توداي. فقال لما نعمل ناشونال بيتزا مانث ده، واختار شهر اكتوبر، مش عارفه عيد ميلاده ولا ايه. المهم الكلام ده ابتدى سنه 84. اوكي. هم هناك بقى في امريكا بيحتفلوا بيه ازاي؟ يعني الشهر ده بيبقى كله بروموشنز وكده، ومحلات البيتزا بقى بتعمل عروض وبتاع وحفلات، والناس تروح بقى تاكل بيتزا. مش بنعمله هنا ليه؟ مش عارفه، ما يعملوا عروض بقى. وهي بيتزا غليت قوي الصراحه، وهي حته عجينه عليها شويه لحوسه صلصه. خلاص هننزل يعني بقيتي تضطري تحطي بقى اكستراس حاجات عشان تجيلك حلوه بالفايبس اللي انت عايزاها. بيتزا ولازم كده بيتزا ماشي. بس المهم ايه، فهم الشهر ده بيبقى كله عروض وحاجات واحتفالات بمناسبة البيتزا. والناس بينزلوا بقى توبينجز، يعني بيبقى فيه اوبشن انه في المحل تحط التوبينجز انت بتاعتك اللي تختارها. احط بقى اللي انت عايزه بقى. أيوة. عشان في ناس بيعملوا حاجات غريبة هنا يعني الصراحة. بس لا ده حلو قوي المعلومة دي، وانا اول مرة بصراحة اعرف ان في انترناشنال مانث للبيتزا. فدي حاجة جميلة. لا ده ناشونال بتاعهم هم هناك. ناشونال هي مش انترناشونال. فين انت غلط يا دين موسى. ما خليها انترناشونال وندخل معاك. معاك. مش حاجة صح. والنبي ندخل معاك. انا خلاص انا فقرت فيها، فهندخل معاكم يعني هندخل مش بمزاجكم بقى. قولي لي، جربتي تعملي انتي بيتزا قبل كده يا بطيخة؟ ايه والله والله دي جميلة جدا، حلوة قوي. طبعا مش العجينة يعني. انا العجينة ماليش فيها. بتجيبيها جاهزة؟ لا هي الجاهزة الصراحة مش ألذ حاجة، بس يعني حد من صحابي يعمل العجينة وانا احط عليها. يا سلام. انا اديني في التوبينج. يا خرابي على جينزي. طب واللي بتعمل عجينة جينزي؟ ايوه. مش هعرف بقى اقول ولا كلمة. بصي هو حديثا الصراحة، يعني هي مامتها علمتها. مامتها اللي كانت بتعملها لنا. بعدين هي لما كبرت قررت ان هو انا عايزه اتعلم بقى، فكني بقى من الحوار ده. صحيح. فتعلمت هي العجينه وانا اتعلمت التوبينجز. انا اول مره عملت بيتزا كنت عازمه اهل جوزي، ورحت جايبه العجينه من الفرن وفردتها وكده، وقلت ايه وحطيت التوبينجز. انا مستنيه مش قادره اقول لك. خدت 0 من 10 يا ابو جاسر. ولذلك 0 من 10 يا ام جاسر. لو كان في حاجه اقل من الصفر كنت سالب السالب من 10 يا ام جاسر. لا تقريبا انا الوحيده اللي كلتها. تمام. فطبعا جالي اكتئاب مزمن. ايوه. وقررت ان انا نيفر هعمل بيتزا تاني. ايوه، ما البيتزا معروفه ما تتجابش من ايه خلاص حاجه كده يعني في معين افتكرت هقوله لك دلوقتي. فالمهم قررت فيما بعد بقى بعد وقت ما اني لا طب اعملها. فكذا مره اعملها وما تنجحش، لحد ما مره
طلعت بقى مظبوطه ظبطت التنين، جامد. لدرجه ان ولاد بعد يقولوا لي ماما افتحي بقى محل وسميه ماما جونز. ايوه انا فاكره الموضوع ده، افتكرت. ماما جونز يمشي، ده انا بقالي 7 سنين بحاول افتح محل. انت فاهم غلط يا حبيبي. بس وكنت بحب قوي بصراحه البيتزا اللي في بابا جونز، كان اول ما فتحوا بيعملوها بالاناناس. ايه ده فعلا؟ والله أوكي. كنت بحبها جدا واتضايقت لما شالوها من المنيو بتاعتهم. بس حسيت ان انا الفرد غالبا الوحيد في مصر اللي باكلها. ده حقيقه، عشان انا كنت اسالك ايه اغرب اختراع شفتيه في البيتزا. انا بالنسبه لي كانت بيتزا الاناناس دي كانت غريبه جدا وتوترت اللي هو ايه ده. لا دي كان طعمها رائع يا بطيخ، وكده كانت حلوه جدا. انا وكان نفسي اجربها، انا لسه عارفه ان هي متشاله، انا كده زعلت. لا دي متشاله من بقالها فتره طويله يعني. فكانت اغرب بقى بيتزا اكلتها بالنسبه لي اللي هي بقى عليها، يعني جات لي البيتزا عليها الخضار بقى بتنجان وكوسه وحاجات كده، فبالنسبه لي بقى ده كان شيء مرعب. وبصراحه يعني ما قدرتش اكلها ومش هطلبها تاني. بس هما بره مصر في كتير الفكر ده، مش عارفه بلد معينه بس حتى في ايطاليا وكده، لما ماما وبابا راحوا وقعدوا قالوا ان هما البيتزا هناك بيحط فيها انواع كده من الخضار. مش زينا الخضار اللي هو طماطم وزيتون وحاجات كده، لا خضار بجد. مبدأ الخضار مختلف. لا اله الا الله. والله اللي يشوف بلاوي الناس دون على بلوته. كل ستات البيوت بيقعدوا يتريقوا على البيتزا بتاعت المحلات ويطلعوا فيها القطط الفطس، ولما يجوا يعملوها في البيت بتطلع منهم تخن الرصيف. قولي لنا بقى بطيخه، انتي اوردرك في البيتزا ايه؟ انا اوردري في البيتزا كان لحد قريب بابا جونز اللي هي السموكت بيتزا. بطلوها برضه، مش عارفه في بطلوا البيتزات الحلوه اللي انا مش فاهمه. معلش حاليا بطلب بيتزا رانش من مطعم اللي هو مش موجود في كل حته، بس جربوها يا جماعه، من سعودي عامل المطعم. ايوه دي حاجته كلها حلوه على فكره. البيتزا رانش بتاعته خطيره. نبقى نجربها ان شاء الله. بس كده. وانتي ايه؟ قولي. انا بطلب دايما، كنت لو بيتزا هات، عشان زمان كان قبل بابا جونز كان فيه بيتزا هات، فبيتزا هات كانت اللي هي تشيز لافرز، واختار الاضافات بيبروني ومشروم. ايوه هي دايما بيبقى معاها كده اضافتين. بس في بابا جونز ده مش بتفرق، يا اما بقى اللي هي بيقولوها ميكس تشيز او الفور تشيز دي وممكن تبقى مثلا مشروم، بس انا بحب المشروم في البيتزا اكتر. على فكره المشروم في البيتزا لذيذ. انا عامه بحب المشروم، جميله المشروم. اختراعاته احنا نعمل حلقه عن يلا ان شاء الله مع الحد حاول. استحملونا بقى يا مستمعين، هنهريك كل اسبوع كل شهر حلقه عن الاكل. يلا انا جبت لنفسي بيتزا هات ستافت كراست ميديوم سايز وعليها سلايس هديه. وانتوا بقى يا مستمعين جين ميكس قولوا لنا ايه الاكتر نوع بيتزا بتحبوا تطلبوه ومنين، لو تحبوا يعني تضيفوا لنا منين. وان شاء الله كده معاكم يوم الاثنين الجاي في حلقه جديده باذن الله الساعه 9 الصبح. باي باي يا بطيخ. باي باي فراوله. احنا هنروح ناكل بيتزا بقى. يلا بينا اللي انت جايباها زمانها برد.